السلام عليكم. كشفت مصالح الأمن الوطني عن إجهاض إحدى أكبر المحاولات لتسميم الجزائريين عشية رمضان. وحسب بيان للمصالح، فإن الأمر يتعلق بإحدى أكبر عمليات حجز المهلوسات في تاريخ الأمن الوطني، حيث وضعت المصالح العملياتية المختصة للمديرية العامة للأمن الوطني في عملية متفرقة اليد على أزيد من 1,600,000 كبسولة من المؤثرات العقلية كانت موجهة للتسويق الغير شرعي عشية حلول شهر رمضان في كل من ولايات النبا وهران وردنا والجزائر العاصمة، ومن بينها أزيد من 1,100,000 كبسولة في عملية واحدة فقط. وفي ريبورتاج من إعداد مصالح الأمن الوطني، كشف محقق المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار الغير مشروع للمخدرات بالصوت والصورة وباعترافات المشتبه فيهن المخطط الخبيث الذي انتهجته إحدى الشبكات الإجرامية المكونة من 10 أفراد، ومن بينهم رجل وزوجته، والتي كانت تحضر لتوجيه ضربة قاتلة للشباب الجزائري من خلال تسويق شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية انطلاقا من تم الراست.